ده الجزء الأول من سادس حلقة وهي الأخيرة في الكورس بتاعنا. في الفيديو هنتكلم عن ال Sampling Section في Render Settings. فيلا بينا. السين سيت اب المرة دي هتبقى حاجة بسيطة جدا علشان نركز على ال Sampling Section. فعندنا هنا الأوبجكت اللي هو الباك دروب مع شوية spheres و cylinders و cubes وكاميرا واتنين لايت سورس، هيبقى الارنولد سكاي والسبوت لايت. خلينا نبتدي بأول حاجة ان احنا نفتح الاي بي ار، فهنروح لقائمة ارنولد وندوس على الاي بي ار ويندو ونحطها على اليمين هنا جنب الفيور، نكبرها شوية من هنا، وبعدين هندوس كنترول بي ونفتح الريندر سيتنج. من قائمة أرنولد تحت مين هنلاقي السامبلينج سيكشن، ده اللي احنا هنشرحه النهاردة. لو بصينا على السامبلينج سيكشن هنلاقي فيه تحتيه 6 values اللي هم دول. من خلال الفاليوز ديت احنا بنقدر نتحكم في كواليتي الايمج اللي هتطلع في الاخر من الريندر. عايزكم تفكروا في الفاليوز ديت على اساس ان هي زي حسابات أرنولد بيعملها علشان يطلع بيها الصورة في الآخر. كل ما بنزود عدد المرات اللي أرنولد بيحسب فيها جزء معين من الصورة، ده بيخلينا نزود الكواليتي بتاعة الصورة. فكل الفاليوز اللي هنا ديت بتخلينا نقلل النويز اللي موجودة في الصورة ونحسن جودتها. وأرنولد بيقسم الصور اللي بتطلع منه لخمس أقسام اللي احنا شايفينها قدامنا دول، اللي هما ال diffuse، ال specular transmission، ال SSS اللي هو subsurface scattering، وال volume indirect. وفي الكاميرا AA samples وهي عبارة عن multiplier فوق كل ال values ديت، الخمسة value دول. عشان نبتدي خلينا minimize ال render setting، بعدين نفتح النل بتاع ال diffuse. زي ما احنا شايفين الريندر كله خد حوالي ثانية واحدة، وده طبعا على اساس الفاليوز اللي احنا كنا حاطينها في الريندر سيتنجز اللي هي كانت كلها واحد في كل فاليو. ارنولد بيقسم الخمس سكاشن اللي احنا قلنا عليهم قبل كده بتوع الايمج اللي هما الديفيوز، ترانسميشن، الاس اس اس، السبيكولر، والفوليوم، لدايركت واندايركت. الدايركت غالبا هنلاقيه كله بنتحكم فيه من خلال اللايتس اللي موجودة في السين، والاندايركت بنتحكم فيه من الفاليوز اللي موجودة في الريندر سيتنجز. خلينا نبتدي بالدايركت من خلال اللايت. اول حاجة هنعملها ان احنا من الاي بي ار تحت كلمة display بدل beauty هنروح للinactive اللي هنا ديت ونختار diffuse direct. كده احنا شايفين ال AOV أو اللاير اللي اسمه diffuse direct، وده علشان نعلي الكواليتي بتاعته ونشيل النويز اللي فيه. هنعلم على الأرنولد سبوتلايت بما إن ده اللايت الوحيد اللي مفتوح عندنا في السين. هنلاقي في عندنا تحت كلمة اسمها samples بس، اللي هي دي الفاليو اللي جنبيها مكتوب واحد. هنعلي الواحد ديت لحد 10. لو بصينا على الايمج بعد ما خلصت رندر، هو ده خلص رندر ال AOV اللي اسمه diffuse direct، هنلاقيه خد 6 ثواني بس. في المقابل مش هنلاقي اي نويز في الصورة خالص، وده اللي ممكن نعمله من خلال الفاليو بتاعة السامبلز اللي موجودة تحت اللايتس. في AOV تاني بنتحكم فيه من خلال ال Render Settings، خلينا نفتحه وهو ال Diffuse Indirect. هندوس على كلمة Diffuse Direct وتحت Inactive هنختار Diffuse Indirect ونسيبه يرندر لحد الآخر. خد حوالي 6 ثواني بس، زي ما انتم شايفين كده الريندر كله نويز. فعلشان نحسن جودة ال AOV هندوس كنترول B وهنعلي الفاليو بتاعة الديفيوز لحد 7 ونسيبه يرندر لحد الآخر. خدنا حوالي 10 ثواني علشان نخلص الريندر بس زي ما انتم شايفين تقريبا النويز قلت بشكل كبير وواضح جدا، لدرجة ان احنا مش محتاجين حتى نقارن ما بين الفاليوز علشان نشوف الفرق. خلينا بعد كده ننتقل للسبيكولر. هنقفل النل بتاع الديفيوز
ونفتح السبيكلر. طبعا الديفيوز اندايركت AOV هنا هيبقى اسود بالنسبة للسفير، علشان السفير دي بعد ما فتحنا السبيكلر نارل هيبقى عليها ماتريال ميتال. بما ان احنا في السبيكلر فهنروح للاي بي ار، هنشوف تحت الانكتيف. بما ان احنا في السبيكلر هنروح تحت كلمة ديسبلاي، هندوس تحت الانكتيف، هنختار specular direct. الرندر خد حوالي ثانيتين بس دوت ال AOV بتاع ال specular direct، واحنا عندنا samples value 10 في اللايت. خلينا نقلل ال samples value ديت لحد 1 ونشوف الإفكت. خدت حوالي ثانية بس زي ما انتم شايفين النويز بقت كتيرة جدا حوالين الريفليكشن بتاع اللايت. خلينا نرجعها تاني 10. طبعا الريفليكشن بقى كلير وواضح جدا والنويز قلت بشكل كبير. خلينا نروح لل AOV اللي بعد كده اللي هو ال specular indirect. ننزل تحت نختار specular indirect، هنلاقيه خد حوالي ثانيتين علشان يرندر. هندوس كنترول بي ونعلي الفاليو ديت بدل 1 خلينا نختار 7 ونجيب الريندر سيتنج على الشمال كده. خدت حوالي ثانيتين علشان ترندر بس طبعا الفرق واضح، كل النويز تقريبا اتشالت. بعد كده في عندنا الترانسميشن، هنقفل السبيكلر ونفتح الترانسميشن. طبعا الترانسميشن دي ماتيريال ازاز ففيها سبيكلر ودايركت واندايركت. كده كده احنا كنا علينا الفاليو بتاعه السامبلز في الريندر سيتنج وفي اللايت، فالمفروض دي تطلع كلير زي ما احنا شايفين. بس احنا دلوقتي هنروح لل AOV بتاع الترانسميشن دايركت، هنختاره هنلاقيه اسود مفهوش فيه اي حاجة، لان دي زي ما انتوا عارفين ماتيريال ازاز فهي كده كده بتعدي الضوء من خلالها. فهنفتح الترانسميشن اندايركت. الريندر خد حوالي ثانية. هناخد سناب شوت بان احنا ندوس على الايكون بتاعت الكاميرا ديت وهنعلي الفاليو اللي موجودة في الريندر سيتنج، بدل ما هي 1 هنخليها برضو 7 ونستناها ترندر. خدت حوالي 7 ثواني ريندر. هناخد برضو سناب شوت للريندر دوت علشان نقارن ما بين الصورة الأولانية والصورة التانية. هفتح البيكتشر فيور، دي كانت الريندر التاني بتاعنا وده الريندر الاولاني. طبعا فرق النويز واضح جدا. هنخش بعد كده على ال SSS او ال Subsurface Scattering، هنفتحها. طبعا مش هنلاقي اي حاجة في الترانسميشن indirect. هنروح لديسبلاي، تحت inactive هنختار SSS Direct. ال SSS Direct بنتحكم في quality الرندر بتاعته من خلال الرندر settings. فهندوس كنترول بي وهنعلي الفاليو بدل 1 هنخليها برضو 7 ونستناها ترندر لحد الآخر. خدت حوالي 10 ثواني لحد ما رندرت لحد الآخر، وده كان ال SSS Direct وده بنتحكم فيه من خلال الرندر setting من هنا. خلينا نشوف ال SSS Indirect جواه ايه. هنلاقي ال SSS Indirect بالشكل دوت. طبعا احنا معانا لسه الفاليو 7، فلو قللناها مثلا لحد 1 وسيبناها ترندر هنلاقي زي ما انتم شايفين كده النويز فيها كتيرة جدا. فعامة كواليتي ال SSS بنتحكم فيها من الرندر سيتنج. خلينا نخش بعد كده على الفوليومز، هنقفل ال SSS ونفتح ال Volumes. طبعا ال SSS Indirect مش هنلاقي فيه أي حاجة. هنرجع من ال Inactive هنختار ال Volume علشان نشيل النويز اللي موجودة في الفوج أو في أي فوليوم عامة ونحسن الكواليتي بتاعته. بنتحكم في الموضوع ده من خلال الارنولد سبوتلايت. خلينا نعلي الفاليو بدل ما هي هنا 2 هنخليها 20. هنسيبها ترندر لحد الاخر ونشوف خدت قد ايه وقت. خدت حوالي 5 دقايق و10 ثواني علشان ترندر الفوق بالمنظر دوت. زي ما انتم شايفين الايمج كلير جدا، تقريبا مفيش اي نويز باينه. بعد كده في عندنا الفاليو بتاعه الكاميرا سامبلز اللي هي فوق دي زي ما قلت لكم قبل كده هي عبارة عن مالتيبلاير على كل الفاليوز اللي تحتيها. فهنعمل لها تيست كده من خلال ان احنا نفتح النل الاولاني بتاع الديفيوز
ونرجع من ال AOVs ل UT ونشغل تاني ال IVR. هنسيبها ترندر واحنا معانا value من 1 و value من 3، وبعد كده هنكريس ال value لحد 5 ونسيبها ترندر لحد الآخر، وبعد كده هوريكم ال final result. ودي كانت النتيجة النهائية للرندر بعد ما خلص. ده أول رندر لما كانت الفاليو من 1. زي ما انتم شايفين كده لسه في نويز باينة في الصورة. ودي كانت والفاليو 3، النويز تقريبا اختفت، ما بقتش موجودة وظاهرة زي الأول. ودي لما كانت الفاليو 5. الفرق ما بين الفاليو 3 و5 مش كبير ومش واضح، مع ان وقت الريندر تقريبا اكتر من الضعف. الفاليو 5 اخدت 8 دقايق والفاليو 3 اخدت 3 دقايق. فبالنسبة لي بحب اخلي الفاليو بتاعة الكاميرا سامبلز عامة حوالي 3 أو 4. دي بتدي أحسن كواليتي ومش بتضيع وقت كبير في الريندر. وده كان فيديو النهاردة، أتمنى يكون عجبكم.